برنامج تونس مسابقات ليش تباعون هسه تشتروها هاي كلها و50,000 دينار بهديه سريعه. اسئله سهله عن حياتكم اليومين، انتم اصدقاء متزوجين قرايب متزوجين؟ جيد جدا. طيب تعالوا هنا، خلي وجهنا على الكاميرات. اسئله، فكره البرنامج خلي اوضح لكم اياها. اسئله هي 5 اسئله، كل سؤال 10,000، المجموع 50,000. راح نسالها الواحد من عندكم، منو ابدو وياه؟ انت؟ ابدو يعني. هي ما راح تسمع الاجوبه. من بعدها نفس الاسئله نسالها لزوجتك، لازم تكون الاجوبه متطابقه. اتفقنا؟ فكره واضحه سهله. يلا نبدي بالمسابقه. خلينا نشوف الهيدفون يشتغل. هذا الهيدفون خلي شويه الموسيقى. خلي شويه الموسيقى. احنا نكمل الاسئله. ما عرفنا الاسم بالخير. مصطفى تحياتي لك. الله يخليك. ابو من لو بعدكم جدا؟ لا بعدنا. قد صار لكم؟ 4 اشهر. بالرفاه والبين ان شاء الله. مصطفى هذا لك المايك. الاسئله تقول 5 اسئله، شوفها هي سهله. اوكي. زين، بس اني السؤال الخامس يمكن راح احاوره، ما عجبني. اوكي. السؤال الاول يقول: نوع الزاهي اللي تستخدمه زوجتك لغسل المواعين؟ وزير، بريل، عملاق، فينش. لو هي ما تغسل مواعين نهائيا. والله لا تغسل. حلو. تغسل. فشنو النوع اللي تستخدمه على الاغلب؟ وزير. ان شاء الله يكون الجواب هو صحيح. السؤال الثاني يقول: شنو الهديه اللي انطتها زوجتك بعيد الام لامك او امها؟ هم ما يخالف. محبس. ذهب، فضه؟ ذهب. ما شاء الله. الفلوس من عندك كمان. طيب السؤال الثالث يقول: خصلة ما تحبها بزوجتك. احنا نعرف هذا، يعني ما بي هذا السؤال محرج. احنا نعرف انه دائما اكو بعض الخصال احنا شوي ننوه عليها، ننبه عليها بين المتزوجين بصوره عامه، بل حتى الاصدقاء. فبين المتزوجين خصله ما تحبها هوايه، مثلا اكو هاي امثله، انت يجوز ممكن تكون مو من هاي الامثله، مثلا تغار هوايه، تزعل هوايه. حلو. تزعل هوايه؟ هوايه الله يعين قلبك. طيب السؤال الرابع يقول: يا مصطفى، مو مصطفى، أول مشكلة صارت مع زوجتك بعد الزواج شنو هي؟ أو على شنو؟ يعني المتزوجين بصورة عامة، المشاكل والخلافات هاي أمر طبيعي ما بين كل المتزوجين، بالعكس بل هي تزيد المحبة وتزيد اللحمة ما بين الزوج والزوجة. المشاكل أمر طبيعي بين كل المتزوجين. شنو أنت والله أول مشكلة صارت يعني بعد الزواج؟ يعني هي مشاكل بسيطة، ماكو يعني طبعا مشكلة أتذكر لها موقف قوي بحيث، بس أنا قلت لك تزعل هواية، تغار هواية. زين. هاي مشاكل اللي جايز تواجهني، بس لا أكثر. أحاور السؤال: أقوى زعل بيناتكم بحيث ظليتوا يوم أو يومين أو 3 أيام ما أعرف ما تتحاشون، إيش قد كانت المدة؟ يعني بقيت ما تتحاشون يوم، ساعات؟ تحدد لي وقت أريد. نص يوم؟ نص نهار ما تتحاشون نهائيا؟ هي راح تجاوب لي تقول لي نص يوم، هيك حسب خلي في بالك. تقول لك نص يوم؟ يعني مو 3-4 يوم. زين، نص. السؤال الخامس يقول: قراصات مال الملابس، هاي من نشر الملابس اللي موجودة بالبيت، ملونة لو سادة لو باغة، يعني لا بلاستيك لو خشب؟ اللي عندنا مو عندنا اصلا نهائيا. عندنا ستيل. اكتب ستيل. من قلت لي ما عندنا، انا دارت اقولها وين المعده؟ قلت لها قراصات، ما كل واحد عنده قراصات مال ملابس. صح، عندنا ستيل قليل يعني مو هواي. المهم موجوده ستيل. طيب ال5 اسئله انتهت. هسه وين؟ كره بملعب الزوجه. ما عرفنا الاسم بالخير. دعاء. هذا ليش تعطيني هذا هاك دعاء؟ خلي وجهنا على الكاميرا. سألت 5 اسئله المصطفى وجاوبني عليها بصراحه وسهله، مو مصطفى؟ يعني نقول 50,000 دينار ان شاء الله اليوم بالجيب. لو شاك حبيبي الورد. السؤال الأول. السؤال الأول تدفعين على شوف انت. يلا هنا. السؤال الأول يقول السؤال الأول يقول:
نوع الزاهي اللي تستخدمه دعاء في غسل مواعين، شنو نوع؟ اكو الوزير، اكو بريل، اكو العملاق، اكو فينش، كثير. او مو من ذني انت يعني اللي تستخدميه بالغسل شنو هو؟ العملاق. ما اعرف يعني انت، هو موجود العملاق بالخيارات؟ ما علينا اي لا موجود العملاق. العملاق؟ اي. العملاق. طيني شنو الجواب اللي جاوبته؟ الوزير. اول 10,000 راحت، نريد ال 40 تربحوها يا مصطفى. يا مصطفى يا دعاء ربحي المصطفى. السؤال الثاني. شنو الهديه اللي انطيتيها بعيد الام والده مصطفى او لوالدتك؟ محبس. محبس شنو؟ تفضل. ذهب. ها؟ محبس ذهب. محبس ذهب، الفلوس من عنده مو؟ واول 10,000 دينار ربحتوا ويانا. جواب صحيح هو محبس ذهب، هذا كان جواب مصطفى. خلينا نشوف السؤال الثالث اللي يقول. السؤال الثالث. قلت له خصله يا مصطفى ما تحبها بزوجتك. قال لي فلان شيء. فتعرفيها انت؟ لازم نفس الجواب اريد. ملحة. راح اعطيك خيارات موجوده هنا مكتوبه. مثلا ادغار، هوايه، او العصبيه اللي عندها، او تتزعل، او الملحه بالحاجه. فذني انت شوفي. يعني هو واحد من واحد من ذني، جاوبني عليها هو. ملحة. كيفش؟ هسه انت 10,000 من سؤالين. هسه السؤال الثالث جاوبيني. الزعل هوايه، تغار، تصير عصبيه، الملحه، انت اللي تشوفيه دائما هو هاي الخصله شويه مرات يضوج من عند. الزعل. الزعل هوايه؟ ثبت و20,000 دينار ربحوا وياها. باخر فرصه لاحقت. قالت ملح يا مثله. يلا من اعترف بذنبه فلا ذنب عليه. السؤال الرابع. السؤال الرابع. السؤال الرابع يقول يا دعاء، أول مشكلة صارت مع زوجك شوية ما أعرفها، لكن أنا حورت السؤال قلت له أقوى زعل صار بيناتكم إيش قد طولتوا ما تحاجيتوا سويا أنت ومصطفى؟ يعني يوم، يومين، ساعات، حدد لي. هو قال لي هل قد ما تحاجينا فلان وقت زعل صار بيناتكم ما تحاجيتوا؟ ايش قد بقيتوا ما تحاجون؟ أقل شيء يوم. ايش قد؟ يوم. يوم؟ أي يوم يعني. كامل او يوم، يوم ونص، او نص يوم، او ربع يوم، او 3/4 اليوم؟ جاوبي. طيب ايش خيارات؟ يعني نص اليوم. جزء يوم هو انا ما اعرف. نص اليوم. نص يوم؟ اي. ليش قلت يوم قبل شويه؟ يعني هو الليل نزل نص صالح. يعني نص يوم مثبتين؟ اي. 3 اشهر تقولي؟ لي اشهر؟ غير تقولوا لي 30,000 دينار على الاشاره مال مصطفى من عندك. تفضل بعد بس اشهر قولوا لي حتى 30 اشيل. طيب السؤال الخامس والاخير. السؤال الخامس. قراصات الملابس اللي بالبيت، كل بيت بيه قراصات ملابس، مع العلم احنا بيتنا ما بيه، بس ما اعرف شلون اللي موجوده بالبيت. هي باغه بلاستيك او خشب او ستيل او ملونه، يعني شنو اللي موجوده بالبيت؟ ملونة. ملونه، خشب لو بلاستيك؟ لا بلاستيك. بلاستيك؟ اي. بلاستيك؟ بلاستيك اخر جواب يعني بلاستيك؟ مصرة؟ مصرة على بلاستيك. اي. مصطفى ستيل. انا قبل ما ربحتوا ويانا 30,000 دينار مقدمه من قناه ديوان فضائيه، لكن انا اريد اعرف اليوم من الصح. ستيل؟ ستيل لو ملون. ملونة. يعني بلاستيك. اي. منين جبت الستيل؟ يلا قول لي. منين جبت؟ اريد اعرف. ستيل انا اقول لك ستيل. يعني مصر؟ ستيل لو ملونه. قبل ما تصير مشكله بيناتكم على الستيل والملونه. زين المحبس بيش؟ 220 كان 220 210 تقريبا. 220 إي. 210. اي هيك شيء. زين هاي لوالدتك لو والدتها؟ والدتها وولدتها. محبسين؟ محبسين. تصير تفرق يعني. صح. عاشت ايديكم، سعيدين بلقائكم ومبروك عليكم ال 30,000 دينار ربحتوها. طيب راح اطلب من المخرج يرجع ل 30 حتى يسوي لي اياها 40. قول عمر محمد مو زين. زين. وهذا الشيء لك والها، اي واحد من عندكم يسويها راح اسويها 40,000 دينار. ممكن تصير 50؟ هذا لك السؤال. تقول لي ثلاث مرات كانما تحاكيها، تقول لها تحشيشاتك
تحشيشات اللي نحششها. إيه. تحشيشاتك مو خوش تحشيشات. يعني ما عجبتني. تحشيشاتك مو خوش تحشيشات. يعني هاي يقولها 3 مرات؟ 3 مرات بس الجائزة 40,000. تحشيشاتك مو خوش تحشيشات، تحشيشاتك مو خوش تحشيشات، تحشيشاتك مو خوش تحشيشات. هسه انت شو تقولي لي؟ تحشيشاتك مو خوش تحشيشات. ما ما اعرف حتى لو مرة واحدة. تحشيشاتك مو خوش تحشيشات، إيه. تحشيشاتك مو خوش تحشيشات، تحشيشاتك مو خوش تحشيشات. والله عمي ابطال هسه انا اريد اقولها تحشيشاتك مو 40,000 دينار ربحة ويانا مصطفى ودعاء. وطبعا تحياتي لكم ما شاء الله انتم توينز رائع متفاهم في كل شيء. نتمنى لكم ان شاء الله يا رب السعاده الدائمه والموفقيه بحياتكم المستقبليه. تحياتي لكم. ال 40,000 دينار بدها تتجهز يعني شويه تاخرت. هسه اخذوا راحتكم. شامبو ما اعرف ايش. تحياتي لك. يلا فرصه سعيده مع السلامه. مستمرين وياكم اعزائي.